سلام حبيباتي، إن شاء الله فيديو اليوم نلقاكم ملاحة بصحة جيدة. اليوم جبت لكم مملحة سهلة بسيطة وتوب توب بدون عجن بدون دلك، على بالي كامل تعجزوا في رمضان خاصة من المملحات باسكو يشدوا بزاف الوقت. دونك جبت لكم وصفة سهلة بسيطة وبالنتعة، والله يا بنات بدنا نشكر لكم فيه قليل. بدون إطالة نبدأ مباشرة في طريقة التحضير بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله على بركة الله. في كاسرول درت كمية مليحة مينة دنداشي، هنا شريت حوالي 30,000. نتوما بيان سور ديروا واش متوفر عندكم، بولي داشي دنداشي، سينو عندكم ليكويز ارحوهم كيما حبيتوا. قليتهم مليح في كمية مينة، الزيت ولا زيت الزيتون ولا السمن تانيت كيما حبيتوا. من بعد ضفتلو حوالي نص حبة ديال البصل اللي كنت قطعتها عشوائيا، وزدتلو تاني كمية 2 فصوص مينة الثوم اللي كنت تاني قطعتهم ما غبيتهمش، وقعدت نقلي فيهم مليح حتى يذوب لي كامل هذاك البصل وهذاك الثوم. من بعد بديت نتبل، درت ملح فلفل كحل الكوري وخليط اللحم وشويه كمون بما انه عندي الثوم. بيان سو حبيتو تزيدو تاني بابريكا، حبيتو تزيدو زنجبيل، حبيتو تزيدو واش حبيتو زيدوه. انا هذه تشكيله التوابل اللي كنت اعتمدتها. ابخي بعد ما داب لي هذاك البصل ضفت كميه نصف ملعقه من طماطم مصبره. هنا اذا كانت متوفر عندك تاني طوماطيش نورمال غبي حبه طوماطيش، وخليته يطيب على نار هاديه. هنا اعتمدت في هذه الوصفه على خبز توست ولا لي بان دومي. قعدت نشكل في القاعده اللي راح نحتاجها في هذه المملحه. الحشو ديالي خليته برد لي تماما كما راكم تشوفوا. خديت نصف الكميه ديالو، ضفت له ملعقه من لو فرomاج كما راكم تشوفوا. من بعد بديت نلم فيه بالبيض. انا درت الحبه الاولى ديال البيض، وانا كما راكم تشوفوا كميه صغيره برك من الحشو. نتوما تاني اذا كنتو حايبين جوغ يكون يخرج لكم كميه كبيره، تقدروا تاني تضيفوا الخضر، زروديه غابي، كورجيت غابي، باش تخرج لكم كميه اكبر. وبيان سور البيض تضيفوا على حساب الكميه ديال الحشو ديالكم. من بعد فرغتهم كيما راكم تشوفوا في هادو ليمون ديال سيليكون نصف دائره، وحطيت فوقهم هذيك القاعده ديال الطوست ودخلتهم للفرن حوالي نصف ساعه كيما راكم تشوفوا. اي فوالا المملحات ديالنا راهم واجدين. شوف لي هذاك البيض وزاد قرمشت لي هذيك وتحمصت لي هذيك القاعده ديال الطوست، تجي ولا اروع. من بعد زينت هنا بالفرomاج كيما راكم تشوفوا وريقه ديال المعدنوس. صدقوني حبيباتي راح تجي مملحه ولا اروع، تجي دايبه، تجي مقرمشه، تجي بنينه. دايوغ شفتوا برك المكونات اللي استعملتهم كامل بنان، دونك باينه بلي راح تجي بنينه وتاني بسيطه وتوجد معك بسرعه. شوفوا حبيباتي نقسمها معكم. هذيك الطبقه ديال التوست اللي تجي مقرمشه، تجي محمصه حتى للفوق، وزيد هذاك الدجاج ولا هذاك اللحم ديالي راح ينشف مع البيض، راح تجي ولا اروع مع هذاك لو فرomاج. صدقوني حبيباتي راح تعجبكم، جربوها وشاركوها مع كامل حبايباتكم باش يستفادوا من هذه الوصفه بزاف هايله وتزين فريمون الطاولات ديالكم، وزيد راح تتهنوا كامل من العجين. شكرا لحسن المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه.